خدت بال حضرتك من حاجه؟ ان سفيان بوفال مثلا والدته ما كانتش قاعده في مقصوره كبار الزوار، كانت قاعده في المدرجات عادي على فكره. واول ما خلص الماتش ساب الدنيا وطلع لها جري على المدرجات. يا جدعان والله هو ده السبب. سبب رئيسي في فوز المنتخب هو انك تبقى بار باهلك، انك تبقى بتتصرف صح، انك تبقى حريص على اهلك. جري مباراه بلجيكا اشرف حكيم قبل ما تبدا المباراه. على فكره مش معادنهم في احسن حته يعني. لا 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 عادي موجودين في المدرجات عادي بيشجعوا. وساب بعد المباراه جرى على المدرجات، ساب التصوير وساب مش عارف هيعملوا ايه وجري على امه. ما ده اتكلم عليها الصحف البريطانيه وصحف العالم على اللقطه ديت، ان فعلا الناس دي العرب فيهم سمات انتماء لاهاليهم وانتماء لوالديهم. اصل في اوروبا ده مش موجود. ما بس 16 سنه ينطلق. بس ايوه، انما هي دي لفتت نظرهم وكتبوا عن الواقعه ديت، بحيث بعد المباراه ما جرش على زوجته ولا اولاده ولا اصحابه ولا مدربه ولا زمايله، جرى على والدته. فده بيدي لشعور وانتماء ورساله معينه، بيبعت رساله معينه للناس. هو في رساله اقوى من اللي قاله حكيمي عن والده ووالدته؟ لا طبعا. مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير. لا طبعا. حاجه جياشه من المشاعر والاحاسيس بالامانه. ابويا بائع جائل، والدتي وبيفتخر لكنهم اما اللي عندها عملوا لي احسن شيء في الدنيا. طبعا في حدود كل امكانيات، كل واحد بيحاول يسعد ولاده في حدود امكانيات، وان هو يقول بصراحه ويتعامل كده. هو فين الوقت؟ هو في حته تانية قوي يا جماعه، في حته تانية قوي. يعني ده بيلعب فين وبيتعامل ازاي وبيتكلم ازاي في حته تانية، ويجي يقول ان والدي ووالدتي كده. ده البساطه. سعره كام؟ 60 مليون يورو. 60 مليون بس خليني اقول لك على حاجه، كل دول ولا اي حاجه ما يجوش في تحت رجل والدته. طبعا بدليل اللي عمله قبل ماتش بلجيكا، يطلع جري على والدته. اللي عمله. انا باكد على حاجه على فكره، الامهات اللي في السن ده ما لهمش في الكوره قوي. لا لا لا، هي مع ابنهم ومع يعني حكيم موجود، انا راح عشان هي راح عشان ابنها. هي شعورا من قلق وخوف ورعب عليه. ايوه. سفيان بوفال بنفس الطريقه، هي مش راح تتفسح على فكره. في مشاعره قد تكون المباراه بالنسبه لها مش متعه اصلا. لا. يعني مش هي دي الرحله اللي تحب تسافرها او تحب تطلعها، خصوصا ان هي وقت ما تحب تسافر اي حته في الدنيا هيسفرها، يقدر يسفرها. لكنه الفكره في ايه؟ هي وجودها شعورا منها بالمسؤوليه تجاه ابنها. هي مش تنزل تلعب مكانه، لكن يكفي انه شايفها وهو في ارض الملعب. طبعا. ما دي من رسائل الام والاب، اللي من ضمن الرسائل اللي بيربي الابن او الولد عليها طول حياته. ما دي انها تيجي من المغرب او من اخر الدنيا زي ما حضرتك بتقول، انها ست كبيره في السن او تبلغ من العمر ما تبلغ في كبر في السن، وتيجي تقعد في وسط الزحمه والصخبه والزعيق، وهي مش بس بتحاول تدي دفعه معنويه لابنها، بتحاول تقول له شد حيله، بتحاول بتدفعه للامام. اما زي ما حضرتك بتقول، لما الابن يبص على مامته وهي بتسقف له، ده يخليه ده حاجه ثانيه يا جماعه. ده حاجه ثانيه. اسالني انا كنت في الملاعب وبشوف الجمهور ازاي اللاعب بيبقى بيجر في رجليه، اول ما الجمهور بينده عليه بيجري بينطلق. والده سفيان بوفال وهي بتحضنه خدت التيشيرت بتاعه كانها ماسكه اكتر من الالماس في ايديها. ده التيشيرت ابنها، فرحانه بيه. مش ممكن يعني، فرحانه بيه، سعادتها ما تتوصفش. والحاجات دي ما بتتركبش يا جماعه، مش مترتبه. لا 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 خالص. ده تلقائي. هو ده شعورها تجاه ابنها. ما هي دي اللقطه، دي الثمن، دي الثمن. دي اللي هم بنحتذي بيه، ونشوف للاجيال اللي جايه بيقولوا شوفوا لكل اجتهاد وكل نصيب وكل عرق، وانك تتعب وتتمرن وتبقى زي دول. فالقصة كلها ان كانت مظاهر امومه ومظاهر مشاعر كويسه ادت بفوز المنتخب المغربي. بس ده يرجع برضو ان الناس دي كانت مصممه، محدده هدفها، مركزه، محضره المباراه. وفي حاجه انه بس لما تيجي ترتب، انا شعوري كده لما هرتب اقول اسباب فوز المنتخب المغربي وتاهله في كاس العالم للدور ال16، نمره 1 امهات اللعيبه. طبعا دعوات الامهات ديت
مسؤولياتهم دعواتهم حاجه مع اسمحوا لي احط ده في المرتبه الاولى. ده المرتبه الاولى. وزائد هم كانوا جايين مركزين. المدرب الوطني لعب بامكانيات وخطط كويسه جدا، استوعبت امكانيات اللعيبه وعرفوا يستغلوا الفرص ونقط الضعف الفرق المنافسه، ولذلك ظهروا بمستوى مشرف وادوا اداء راقي في المباريات اللي لعبوها في ال3 مباريات.